السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم أهلي وإخواتي متابعي قناة تركيا 2024 عبر اليوتيوب. معكم الآن ربع عز الدين. خبرنا للآن هو تحذير صادر عن وزير الصحة التركي من العدوى المنتشرة في تركيا. خليكم معنا لنشوف تفاصيل. نشر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تحذيرا عاجلا من زيادة العدوى بمرض الجهاز التنفسي العلوي، خاصة مع دخول فصل الشتاء. وقال كوجا في تحذيره بأن معظم هذه الحالات تنجم عن الفيروسات ويمكن علاجها بالراحة والعلاج الأعراضي، ويمكن أن تكون خطيرة لبعض الفئات المعينة العمرية من المرضى. ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد تأثير عدوى الجهاز التنفسي العلوي على كبار السن والمرضى، حيث أظهرت الدراسات بأن هذه الفئات معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي الخطيرة. وتشمل أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحمى والسعال والاحتقان واحتقان الأنف والتهاب الحلق. وللوقاية من عدوى الجهاز التنفسي نصح وزير الصحة التركي بالآتي: غسل اليدين بشكل متكرر، تجنب لمس الوجه، البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض، التطعيم ضد الإنفلونزا. وفي حالة ظهور أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي ينصح كوجا بزيارة الطبيب على الفور. تحياتي واحترامي للجميع. كان هذا أبرز ما جاء في تصريحات وزير الصحة التركي حول العدوى والمرض المنتشر. بترككم الآن بأمان الله. يا ريت اللي مو مشترك بالقناة تشتركوا لي بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تكبر عائلتنا بوجودكم. تحياتي لكم وبترككم بأمان الله.